هتكتشفوا في يوم من الأيام إن السعادة ملهاش أي علاقة ولا بإني ألاقي أفضل شغلانة حاليا، ولا إني أبقى في أعلى المراكز، ولا بالعلاقات، ولا إني أدخل الجامعة اللي أنا نفسي فيها ولو ما دخلتهاش مش هبقى سعيدة، ولو ما حققتش كل حاجة أنا نفسي فيها السنة دي عمري ما هبقى سعيدة. وعلى طول بنعتمد على السعادة بتاعتنا في اللي جاي، مستنية العلاقة دي عشان أكون سعيدة، مستنية إن أنا يجيلي الشغلانة دي عشان أكون أسعد إنسانة، أو ببساطة لازم أخش كلية قمة عشان أسعد أهلي. في يوم من الأيام هتشوفوا إن السعادة كانت بتيجي من الاكتشاف، من الأمل، من إني أمشي ورا أحلامي وأهدافي وإني أسمع لقلبي. أكيد مهم إن إحنا كمان نستخدم عقلنا، ولكن ده مش معناه إن إحنا نلغي مشاعرنا. محتاجين نبطل نستنى اللي جاي عشان نحس بإحساس السعادة، ومحتاجين إن إحنا نبدأ نفكر في اللحظة اللي إحنا فيها دلوقتي ونبص على أصغر حاجة إحنا ممتنين ليها في حياتنا. مش هنقعد نستنى اللي جاي عشان نبقى سعداء. السعادة هتيجي لما انت تحتضن نفسك وتبقى طيب مع نفسك. اكيد كلنا بنعدي في مواقف صعبة كل يوم، ولكن المهم في كل ده ان احنا ما ننساش نفسنا في النص. السعادة هتيجي لما نحاول كل يوم نبقى افضل نسخة من نفسنا، وان السعادة مش في مكان او مش مع شخص تاني، وان ببساطة السعادة في ايديكوا انتوا. اكتبوا لي حاجة واحدة في الكومنتس انتوا النهاردة ممتنين ليها وبسببها انتوا سعداء. انا ببساطة ان كتب لي يوم جديد ان انا اقدر اشتغل على احلامي واحقق أهدافي. باي باي.